السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله عندنا مقطع خرافي. فازت شيماء الحيطي بذهبيه الكاراتيه التي في طبعا ايفنت اقيم في تركيا، بيسموه مش عارف كاراتيه كونيا. انا والله مش عارف يعني الصراحه، انا مش راجل متابع كبير للكاراتيه، ولكن حدث كبير. كتير منكم طلب مني ان انا نشوف كده الفيديو ده مع بعض، نشوف النهائي ما بين الجزائريه اوكين سيلي، انا طبعا مش عارف انطق اسمها، اعتذارات للجميع محبينها، ولكن ضد المغربيه شيماء الحيطي. ماذا حدث في هذا النزال عارف انت كتير بيصفوا بالدموي وبالشرس. خلونا نشوفه كده مع بعض، مع اني مش محب للكاراتيه ولكن رولز معروفه على طول دائما وابدا. خلونا ننتقل على طول الى هذا المقطع الخرافي، ولكن مسؤول 10000 لايك وايضا الى 100000 مشترك. خلونا ننتقل على طول الى الفيديو. ليتس جو. وزن اقل من 50 كيلوغرام. طبعا دي شيماء يا اخي، سيدات وهذه هي الجائزة الجزائرية. هو أنا طبعا مش عارف أنطق اسمها فهقول الجزائرية وخلاص، لكن إن شاء الله النهاردة نستمتع مع بعض. إن شاء الله نشوف النهاردة عارف أنت مواجهة شريفة شرسة فيها جميع العناصر التنافس والاستمتاع. ليتس جو، خلونا نشوف مع بعض هذه اللقاء الخرافي. شوف هنا طبعا الجزائرية سيليا وكين مصنفة 13. اوكي شوف، لاحظ معي يا عزيزي المشاهد. اوكي بس استنى بس يا اخي، لاحظ معي عزيزي المشاهد ان المغربيه هي اللي قدمت الريسبكت، الجزائريه لم تفعل ذلك. صراحه شيء يضايق شويتين ثلاثه، ولكن خلينا نكمل. بطل المغربية شيماء الحيطي مصنفة كما قلت 21 عالميا. ما شاء الله يا عمي، ما شاء الله. 1432 نقطة. آخر مشاركة للبطلة المغربية شيماء الحيطي كانت في كأس محمد السادس الدولية للكاراتيه بمدينة الرباط، احتلت المركز السابع، أيضا مركز خامس في البطولة ما شاء الله أو في بطولة العالم يا الله يا عمي. السنة الماضية. كل التوفيق للبطلة المغربية شيماء الحيطي في هذا النهائي. أول يوكو للجزائرية سيليا. طبعا يا اخي من معلومات هذا النزال، اخر بوز ان شاء الله بدوس عليهم، ان المغربيه المدرب بتاعها مدرب مصري، فعارف انت ده شيء كده يعني عارف انت نوعا ما يخليني اكون متعاطف معاها وعايزها تكسب، وطبعا عايزها تكسب يعني. في بدايتها لا افضل بكثير يا اخي، افضل منها بكثير. يب شيماء افضل من الثانيه بكثير. البطلة الجزائرية ليس بسهلة، مصنفة 13 عالميا كما يب صعبة يا أخي، ولكن شيماء أفضل منها دون شك بالنسبة لي في هذا النزال إلى حد الآن. البطلة الجزائرية سيليا وكين طبعا مع تفوق سيليا عليها، لكن الصراحة زي ما قلت لكم أنا شايف اندفاع شيماء أفضل يعني. تبحث شيماء الحيطي. بعد حوالي دقيقة ونصف من نهاية المباراة، لا زالت عمر المباراة بقية. يا أخي صريخ سيليا الجزائرية دي مزعج، سوري يا أخي، حاجة ملهاش علاقة بالنزال لكن جدا مزعج. يا الله يا الله عليك يا شيماء، أكثر من رائعة من جانب البطلة المغربية شيماء الحيطي. ممتازة يا أخي، ممتازة يا الله. إذن 3 نقاط إيبون للبطلة المغربية شيماء الحيطي. حركة أكثر من رائعة من جانب البطلة المغربية شيماء الحيطي. يجب استغلال الوقت وأيضا استغلال دفاع البطلة الجزائرية سيليا وكين التي ستبحث عن العودة في النتيجة واستغلال أخطاء البطلة الجزائرية. سنتابع شيماء الحيطي ماذا كيف ستتعامل مع الدقائق القادمة من هذا النزال على بعد دقيقة. يا الله يا أخي، عمر طويل، شراسة ما كنتش أبدا أتوقعها الصراحة. الكاراتيه تباري أدونيوكو
يوكو للجزائرية، للبطلة الجزائرية سيليا وكين. سمع أيضا التعليمات والتشجيعات القادمة من المدرجات لشيماء. لم تحتسب اليوكو، يجب التعامل بحذر وبعقلانية مع يا الله يا عم يا الله، يسمونا في البوكس رايت هوك دي. طالب بالعودة للفيديو من جانب مدرب البطلة الجزائرية سيليا وكين، يطالب بالعودة إلى الفيديو، يطالب بيوكو. مدربين بتاع المغربية والجزائرية الاثنين مصريين. شيء مضحك والله يا أخي. لكن خلونا نشوف مع بعض، خلونا نستمتع إلى ماذا ينتهي هذا النزال. خلونا نشوف تحسب لمين. يطالب منها تسجيل نقاط أكثر خلال الحديث الذي تابعناه قبل قليل. قلت البطلة المغربية شيماء الحيطي مصنفة 21 عالميا في مواجهة البطلة الجزائرية سيليا وكين المصنفة شوف يا عم شوف 13 عالميا. دفاع المغربية أفضل الصراحة، لكن هذه لعبة حلوة من سيليا. يا الله حلوة 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 الصراحة. على مستوى الترتيب العالمي المركز السابع في بطولة العالم. إذا الرفض يب رفضت. وجود ليوكو في اللقطة الماضية 42 ثانية وقل أمام شيماء الحيطي للحفاظ على هذه النتيجة وإضافة نقاط أخرى. يلا يا شيماء، حذاري من النقاط الثلاث، حذاري من إيبون. نتابع شيماء الحيطي. يا أخي الحركة اللي عملتها شيماء للثلاث نقاط دي كانت جدا جدا خرافية الصراحة. كان مسك في اللقطة الماضية أظن. ثلاثة وعشرين ثانية 23 ثانية يجب أن تتعامل معها بذكاء البطلة المغربية شيماء الحيطي. يلا يا شيماء. يا الله يا عمي. يوكو للبطلة الجزائرية سيليا وكين. 3-2 أظن. وأيضا يوكو للبطلة المغربية شيماء الحيطي 4-2. يلا يا شيماء، يلا يا شيماء، يلا. اوف نتابع اوف اوف 4-2 طبعا. للبطلة المغربية شيماء الحيطي غير مهم. 8 ثواني أمامك يا شيماء من أجل معانقة الذهب كما قلت. 8 ثواني يا أخي. المغربية شيماء الحيطي. يلا يا شيماء. أظن يوكو في اللقطة الماضية للبطلة المغربية. سيكون المطالبة بمراجعة الفيديو بالفعل، المطالبة بمراجعة الفيديو، المطالبة بيوكو للبطلة المغربية شيماء. طبعا يا اخي انا ما فهمش يعني يوكو كده، وحد فاهم اكتبها تحت في الكومنتات. دائما التفوق للبطلة المغربية شيماء الحيطي ان شاء الله الذهب. 4-2 في حوار بين المصنفة 21 عالميا البطلة المغربية شيماء الحيطي والبطلة الجزائرية المصنفة 13 عالميا سيليا وكين. حتى الآن شيماء الحيطي متفوقة ب4-2، وإن شاء الله إضافة نقطة إضافية من خلال اليوكو. سنتابع هنا يوكو. أظن يوكو نقطة إضافية للبطلة المغربية. 4 ثواني متبقية. لم تضاف أي نقطة، لكن تنتهي هذا النزال نهاية الوقت بالفعل. تتويج شيماء. هانئا للبطلة المغربية شيماء. شوف يا أخي، أقل من شوف أيضا التكريم. مستقبل واعد إن شاء الله. البطلة المغربية شيماء الحيطي المصنفة 21 عالميا تفوز
شوف يا اخي شيء جدا جميل الصراحه. اتمنى شباب تكونوا استمتعتوا، مقطع مختلف نوعا ما ولكن دون شك استمتعت انا به. اشوفكم ان شاء الله تعالى في مقطع اخر. مع السلامه.